السلام عليكم. النهاردة عمر الفراخ 13 يوم. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ننزل بعلاج كوكسيديا، وقلنا إن اليوم ال13 وال14 بنزل بمية بيضة ونغسل الأمعاء وتطهيرها. حاجات بناخد بالنا منها: بنضف العلف أول بأول من السبلة بتاعتهم لمنع انتشار البكتيريا، علشان نتجنب بس أي حدوث لون من الميكروبات اللي ماشية دلوقتي والفيروسات. مش عايزينها تنتشر في العلف بتاعهم وتنزل في الجهاز التنفسي. عندنا دلوقتي احنا في شهر 5 البكتيريا بتكون زايدة من درجات الحرارة. أنا عايزة برضك أخد بالي من الحتة ديت. اللمبة بتاعتي لازم تكون مناسبة للجو. لو كانت الجو حر بنزل بلمبة بيضة، لو كان الجو برد بحط لمبة حمراء. أنا دلوقتي شايفة قدامي الجو عامل إيه، بحط لمبة على أساس الجو اللي قدامي. وكمان عندي مشروبات، لو درجة الحرارة زادت عندي بعمل مشروبات. متوفر عندي برتقان، بحط برتقان. متوفر عندي ليمون ونعناع، بحط ليمونة مع كام نعناع كده، لو كان ناشف تمام، لو كان أخضر ماشي. أي حاجة متوفرة عندك في البيت بحطها علشان الإجهاد الحراري ما يزيدش. ولو استفدت من الفيديو دوس لايك.